قلنا هيبقى في تشابه كتير في الاسئله، فرحنا لاسم تخيلنا ان ما هيكونش معاه جاهز اللي هو كان القاهره. فوجئنا ان التلفزيون المصري يطلع مجموعه خطوات المدروسه ومن ضمنها القاهره، رغم ان احنا كانت اجراءاتنا في الحالتين كانت اجراءات قانونيه تثبت ان مفيش حد يسجل بالاسم ده، ولكن لان هدفنا هو مصر وتلفزيون مصر بيمثل مصر، فقلنا طالما التلفزيون المصري يطلع القاهره فانا احتراما له نبعد عن اسم القاهره. وبالتالي رحنا لايه اللي ممكن تكسبنا به القناه، تشاورنا مع بعض قلنا هنسميها مركز تلفزيون العاصمه. وكان عايزين نسمي العاصمه برضه، ولكن برضه مجموعه المحروسه مطلعه حاجه اسمها العاصمه، فحاولنا نوصل لاقرب حاجه للمعنى اللي احنا عايزينه. فسميناها مركز تلفزيون العاصمه، الترجمه بتاعتها CBC كابيتال برودكاست كده. ده كان الشكل الخاص بالنسبه لموضوع موضوع قناه حلول الحزب ومحلول الحزب. يعني انا مهما قلت مش هقدر اجاوبك على سؤالك، بس لما تطلع القناه هيبقى هو الرد البديهي ان القناه دي ما بتقدمش على حد معين، ملهاش هدف مع حد معين، فيمكن ده الرد العملي اللي انتوا هتشوفوه. والمجموعه اللي موجوده بتشابهها، يعني الاستاذ عادل محموده، الاستاذ عبد الرحمن يوسف، الاستاذ أزهر، يعني مش دي الناس اللي هي ممكن تساعد حلول الحزب الوطني اعتقد، يعني اللي طول عمرهم بيتخانقوا مع الحزب الوطني مش هم اللي هيبقوا قناه الحلول ابدا يعني. بس طبعا انتوا هتشوفوا الكلام ده على الطبيعه الحقيقه لما تطلع باذن الله.